بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عصام بدر وفيديو جديد كالعادة. طبعا في البداية برحب بحضراتكم، يا رب دايما تكونوا في أفضل صحة وفي أفضل حال. بستأذن حضراتكم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. طيب نروح لنادي الزمالك، أو خلينا نبتدي الفيديو من عند نادي الزمالك، وخصوصا أحمد فتوح وقصة انتقاله إلى النادي الأهلي. طيب أنا من أسبوعين طلعت مع حضراتكم هنا وانفردنا بخبر ان الاهلي بيفاوض احمد فتوح. الفيديو ده موجود او الحلقة دي موجودة على القناة، تقدروا ترجعوا للفيديو وتشوفوه. من اسبوعين طلعنا انفردنا بالخبر ده. النهاردة كل الصحفيين المقربين من مجلس ادارة النادي الاهلي بيتكلموا عن خبر انتقال فتوح للنادي الاهلي. طيب الناس شغالة دلوقتي في النادي الاهلي ازاي فتوح هيخرج من نادي الزمالك للنادي الاهلي. طيب قبل ما اقول ازاي فتوح هيخرج، فخليني اقول لحضرتك ان نادي الزمالك هو اللي بيمشي احمد فتوح. نادي الزمالك هو اللي بيستغنى عن احمد فتوح. كلنا عارفين قصة فتوح الشهيرة، ان كان في المعسكر مع نادي الزمالك في العاصمة الادارية، استأذن عشان يروح يزور عمه، الى ان تفاجأ الجميع داخل نادي الزمالك ان الراجل كان في حفلة الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي برفقة إمام عاشور. كان هو وإمام عاشور. اتغرم 1,000,000 جنيه، ولكن أحمد فتوح برضو كان مصمم على يعني الاستهتار داخل نادي الزمالك. مش لحد كده وبس، ما سكتش اللاعب، لا ده ابتدى بقى ينزل صور ليه عبر انستجرام على الألعاب اللي هي الموسيقية أو الدرامز كما يقولون. وكمان راح العين السخنة وبينزل صور، وبرضه مفيش مشكلة. اللاعب لم يحترم تعاقده داخل نادي الزمالك، لم يحترم جمهور نادي الزمالك. عقلية أحمد فتوح يعني عقلية لا تناسب نادي الزمالك. هو موهبة ما فيهاش كلام، أحمد فتوح موهبة، ولكن عقلية اللاعب ما ينفعش إن لاعب زي ده يكون موجود داخل نادي الزمالك. ده ليه؟ حفاظا على استقرار الفريق. حفاظا على استقرار الفريق، لان لو لاعب تاني من الفرقه عمل اللي احمد فتوح عمله، وانت يعني ما سامحتوش او ما استثنتوش، هيقول لك اشمعنى احمد فتوح. هيقول لك كده، اشمعنى احمد فتوح. فجون ادوارد ما عندوش الحته دي، ما عندوش الجزئيه دي. لا، غلطت، مش محترم تعاقدك ومش محترم وجودك داخل نادي الزمالك، هتمشي. وقلت قبل كده ان تواصل احمد يحيى وكيل احمد فتوح مع جون ادوارد، وكان بيكلمه يعني مكالمه، يعني على مش عايز اقول تهديد، يعني ان بيقول له احمد فتوح لازم يلعب، لازم يبقى موجود. احمد فتوح بيلعب في منتخب مصر. قال له خلاص احنا خدنا القرار ان احمد فتوح هيرحل عن النادي لو جاله عرض. قال له طب ما كده نادي الزمالك اللي هيخسر. برضه رجعوا له الفيديوهات موجوده، نادي الزمالك هيخسر لو احمد فتوح مشي. قال له هيخسر ازاي يعني يا احمد؟ مفيش حاجه اسمها نادي الزمالك هيخسر. فاتمنى من جون ادوارد كمل على كده. طيب الناس في الاهلي ازاي بيدوروا او ازاي بيشوفوا فتوح هيرحل؟ على طريقه زيزو. فاكرين زيزو لما طلع تامر النحاس مع سيف زاهر بعد انتقال زيزو للنادي الاهلي؟ لما طلع تامر النحاس وكيل لاعبينه وقال ان زيزو كان فاضل له سنه زي فتوح كده بالظبط. كان فاضل له سنه وجالي هنا، وكنا بنفكر ازاي هناخد زيزو من الزمالك للنادي الاهلي. نفس الكلام دلوقتي بيحصل مع فتوح. الناس في النادي الاهلي شغالين دلوقتي ازاي بيفكروا ان هياخدوا احمد فتوح من نادي الزمالك. طيب وارد تلاقي عرض من مثلا من الدوري السعودي جاي لاحمد فتوح ب 3 مليون دولار، مثلا ب 3 مليون ونص دولار، بيع نهائي في احمد فتوح. وارد. طيب نادي الزمالك هيوافق على العرض؟ انا بقول لك الكلام ده، نادي الزمالك هيوافق على العرض. طب واحد هيجي يقول لي طب ما فتوح هيروح النادي الاهلي، ازاي الاداره هتسيبه؟ اقول لك نادي الزمالك هو اللي بيمشي احمد فتوح. نادي الزمالك ما عندوش، او دلوقتي شغال، ما فيش حاجه اسمها اللي هو النجم الاوحد، او ما فيش حد اكبر من نادي الزمالك، ما فيش حد اكبر من جماهير نادي الزمالك. لا، انت لاعب مش ملتزم داخل نادي الزمالك هترحل ايا كان اسمك ايه، ايا كان اسمك ايه. فنادي الزمالك هو اللي بيمشي اللاعب، نادي الزمالك هو اللي بيستغنى عن اللاعب. وبعدين ده لاعب مش ملتزم، يا مرحبا خليه يروح النادي الاهلي، يروح مطرح ما هو عايز، ما عندناش مشكله. ده لاعب غير ملتزم. والمدير الفني اللي هو فريرا، الراجل قال لك لا انا مستبعده، حتى استبعده من قائمه مباراه الزمالك الاولى امام سيراميكا.
وبرضه هيستبعدوا المعلومه برضه اللي عندنا ان هيستبعدوا، وارد يستبعدوا امام المقاولين. اللاعب قال له لا، انت المدرب قال له لا، انت خلص مشاكلك، انت مشاكلك كتير. وحظ فتوح ان هو لما كان فتوح اتغرم مليون جنيه كان فيريرا هنا، بعديها لما راح الساحل وتصور برضه المدرب عرف بنفس المشكله، كان فيريرا هنا برضه، كان حظه في كده. فالمدير الفني قال له لا، انت كده شوف بقى مشاكلك حلها الاول، ولو انت جاهز ان انت تبقى موجود في المباريات ماشي. ولكن انا اتمنى تاني بكررها للمره المليون، انا اتمنى على المستوى الشخصي رحيل احمد فتوح عن نادي الزمالك. ليه؟ حفاظا على باقي الفريق. خد قرار ما ترجعش فيه. فتوح لاعب غير ملتزم بالمره، فتوح لاعب غير ملتزم بالمره، فتوح لاعب مهاري. فتوح اي لاعب يتمنى ان هو ياخد فرصه زي فتوح، ان هو يبقى نجم كبير، موهبه، بيلعب في نادي الزمالك، الجمهور عمل حاجه اسمها احمد فتوح. ولكن اللاعب اللي هو غير كفء ان هو يكون موجود في نادي الزمالك، انا اتمنى تاني بكررها رحيل احمد فتوح عن نادي الزمالك، ولكن بالمبلغ المالي الذي يريده نادي الزمالك. يعني وارد تلاقي زي ما قلت لحضرتك عرض خليجي، ممكن تلاقي مثلا نادي النيوم السعودي وليكن مثلا يا سيدي بيقول لك مثلا، بيبعت لك عرض يقول لك انا مثلا اشتري احمد فتوح مثلا ب 3 مليون دولار. نادي الزمالك ساعتها هيدرس، انا بقول لكش نيوم، انا بقول لك وارد يعني زي ما كان هيتعمل مع زيزو ممكن برضو يعملوا مع فتوح. ولكن نادي الزمالك ما عندوش مشكله، لان انا قلت لحضرتك النادي هو اللي بيمشي اللاعب، نادي الزمالك هو اللي مش عايز فتوح. فهتجيب عرض ما عندناش مشكله، ولكن بالرقم الذي يناسب نادي الزمالك. مشيت بقى ب 3 مليون دولار، مشيت ب 2 مليون ونص دولار، ايا كان الرقم اللي هيجي. فده فيما يخص فتوح. ليه؟ لان اللاعب غير ملتزم داخل نادي الزمالك. وبعدين حاجه اخيره يا جماعه، فتوح بيحتمي بالاستاذ ممدوح عباس او رجل الاعمال الزملكاوي الاستاذ ممدوح عباس. يعني ايه بيحتمي بيه؟ كلنا شفنا التويته اللي كان كتبها قبل كده الاستاذ ممدوح عباس، وانتقدنا الراجل طبعا، لان حضرتك عارف مجلس الاداره معاك ارقام تليفوناتهم، ممكن لو في حاجه تقول لهم، ولكن مش على الهوا. فانت بما انك كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا، ولو تم استثناء احمد فتوح بالمناسبه يا جماعه، وتم الرضوخ الى طلب الاستاذ ممدوح عباس، يبقى انت كده بشكل كبير بتقضي على الفرقه. بشكل كبير انت كده بتقضي على الفرقه. ما هو انت يعني حتى انت لو هيسمحوا لك اللي انت تقعد، مش هيبقى عن طريق ممدوح عباس، لا. يعني الراجل بقى هيتقال ان هو ضغط على النادي وضغط على الناس عشان يبقى موجود، لا الكلام ده لا، ما ينفعش يتم داخل نادي الزمالك. ده احتراما لجماهير نادي الزمالك، لان اللاعب ده استفز جماهير نادي الزمالك. فده فيما يخص احمد فتوح. طيب خلينا نروح لموضوع تاني مع حضرتك، وهو موضوع محمد السيد. محمد السيد قولا واحدا رايح النادي الاهلي. محمد السيد قدم نادي لوزين السويسري. تقدم نادي لوزين السويسري بعرض رسمي لنادي الزمالك بضم محمد السيد مقابل 500 ألف دولار. طيب محمد السيد يا جماعة رفض كل الجلسات اللي كانت بتتم بينه وبين نادي الزمالك. يعني بيخبروا اللاعب يا ابني في جلسة، او مثلا بلغ وكيلك او بلغ والدك، لان والده هو اللي وكيله على ما اعتقد، او بلغ وكيلك يا سيدي ايا كان مين وكيلك، والدك او غيره، ان في جلسة مع نادي الزمالك. يقول لهم طيب اصل والدي في السعودية، والدي مش عارف ايه، والدي مش عارف ايه، وبيتم التأجيل كل مرة. طيب لحد ما الناس اتكلموا مع محمد السيد نفسه في تدريبات الزمالك، يا ابني مدد عقدك او جدد عقدك مع نادي الزمالك، وهنرفع لك الراتب بتاعك، وهنديك المبلغ المالي اللي يليق بيك، وتبقى موجود مع نادي الزمالك. اللاعب يرفض، قال لهم لا انا مصمم على الاحتراف. طيب عايز ترحل الاحتراف؟ قال لهم اه. لما تقدم نادي لوزين السويسري قالوا له خلاص ماشي، جدد عقدك مع نادي الزمالك وارحل مثلا الاحتراف سنة او سنتين بعقد، ولو جالك عقد او عرض من بره، عرض حلو يليق بنادي الزمالك،
عرض كبير مادي، نادي الزمالك هيستفيد منه وانت هتستفيد، هنوافق لك عليه وهنحط لك الكلام ده بند في العقد. يعني ايه؟ يعني هيحطوا له بند في العقد ان هو يجدد، يعني بعد ما يجدد عقده هيحطوا له بند ان هو وهو في الاحتراف بره مع النادي اللوزاني السويسري، لو مدد عقده او جدد عقده والناس طلعته، هيحطوا له بند في العقد. ايه هو البند؟ ان انت وانت بره لو جالك عرض مناسب لنادي الزمالك بفلوس كويسه هيستفيد نادي الزمالك منه وانت هتستفيد، هيتم الموافقه عليه. يعني اوتوماتيك هيتم الموافقه عليه، وهيسمحوا لك ان انت ترحل للنادي اللي انت عايزه. قال لهم لا. هنا اللاعب هو اللاعب رايح الاهلي خلاص، اصل هي ما فيهاش كلام. وبالمناسبه يا جماعه، محمد السيد عقد اكتر من جلسه مع مسؤول مع النادي الاهلي، قعد مع مسؤول في النادي الاهلي اكتر من جلسه واكتر من مره. دي معلومه ومعلومه مؤكده، قعد مع مسؤول في النادي الاهلي اكتر من جلسه. اللاعب بيتعرض عليه من النادي الاهلي 25 مليون جنيه راتب، بيتعرض عليه منحه تعاقد قد تصل ل 30 مليون جنيه، بيتعرض عليه عقد اعلاني برقم كويس، باختلاف بقى او مثلا باستثناء بقى شويه حاجات تانية هتتعمل مع اللاعب. يعني هيتعمل له عقد محترم او هيتعمل له عقد بمبلغ مالي كبير. طبعا نادي الزمالك مش هيعمل الكلام ده كله. طيب نادي الزمالك عرف المعلومه دي. طب عرف المعلومه دي منين؟ من مصدر مقرب من محمد السيد او شخص، وعندنا اسمه بالمناسبه، ولكن خلينا متحفظين على اسمه لان احنا قلنا مش هنقول اسمه. شخص مقرب من محمد السيد، وبالمناسبه هو اللي بلغ اداره الزمالك. الشخص ده زملكاوي بلغ اداره نادي الزمالك ان هم يحاولوا يقنعوا اللاعب ان هو يقعد ويجدد عقده. يعني الشخص ده اللي بلغ مجلس الإدارة وقال لهم حاولوا تعملوا يعني جلسات مع اللاعب مكثفة ان هو يجدد عقده. ولكن نادي الزمالك مش هيدفع الارقام دي كلها بالمناسبة، نادي الزمالك مش هيدفع الارقام دي تماما. طيب هناك اصوات داخل المجلس، اصوات بتنادي بتجميد محمد السيد، وخصوصا ان محمد السيد عقده 700 الف جنيه في السنة مع نادي الزمالك. يعني هو باقي له سنة الراتب بتاعه 700 الف جنيه. لا انا جمد اللاعب عشان اللاعب بالبلدي كده ما لعبوش معاه في المباريات واخليه يستوي، وفي الاخر السنه تخلص يروح للنادي الاهلي وهو جاهز واقف على رجله. وهناك اصوات تاني داخل المجلس بتقول ان هم يبيعوا اللاعب ويستفيدوا منه ماليا. فالنادي الزمالك المفروض يتعلم من القصص دي. انا مطلع لاعب من الناشئين، ما عنديش مشكله ان انا اطلع لاعب من الناشئين، ولكن عقد اللاعب اول لما يطلع دوري ممتاز الطبيعي انا بشرط على اللاعب قبل ما اطلعه دوري ممتاز. انت هتطلعه لدوري الاضواء والشهرة بقى، انت بتطلعه للنجوميه. فبالتالي بتعمل ايه؟ اللاعب مثلا لو عقده وليكن فاضل له فيه سنه سنتين ثلاثه، بتقوم مجدد عقده 5 سنين على طول. ليه؟ تعمل حساب الحته دي ان انت اصل انت خلاص طالما اخترت لاعب من الناشئين قررت ان انت تصعده للفريق الاول، يبقى ده لاعب ممتاز اوتوماتيك. يا اما تمدد عقده يا اما تجدد له عقده على طول، ومثلا بسنوات كبيره تعمل له عقد ب5 سنين تشرط عليه تطلع ممتاز. هتجدد عقدك مثلا وليكن ب5 سنوات، عقد كبير. ليه؟ ما هو انت هتطلع اللاعب للشهرة. هنا اللاعب بيعمل ايه؟ بيتمارض، بيبتدي يتمارض. لا انا عايز احترف، انا مش عارف ايه. وانا بقولها لك اهو، محمد السيد هيروح النادي الاهلي، سواء بقى كمل الموسم الاخير ليه هنا الموسم القادم هيبقى في النادي الاهلي، سواء نادي الزمالك وافق وطلع اللاعب مثلا باع اللاعب لنادي اللوزين السويسري وخد ال 500 الف دولار واستفاد، هيرجع من نادي اللوزين السويسري على النادي الاهلي. فده فيما يخص محمد السيد. خلونا نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الملف خلال الساعات القليلة القادمة. طيب نروح لموضوع تاني، وهو موضوع مشلاك كونراد. طبعا كلنا عارفين اللاعب اللي بالبلدي كده نادي الزمالك شربه. نادي الزمالك يا جماعة شرب لاعب اسمه مشلاك كونراد. طبعا ده كان مجايب الكابتن احمد سليمان، وما ادراك ما الكابتن احمد سليمان كان بيجيب مواهب. الكابتن احمد سليمان لما كان ماسك الملف بتاع كرة القدم كان بيجيب لنا يا جماعة شوية مواهب، زياد كمال على محمد حمدي،
وخصوصا لعيبه انبي اللي الساعه بخمسة مليون والحسابه بتحسب على مشلاك كونراد، حاجات فظيعه. ده احنا نحمد ربنا ان الناس في المجلس سحب، والله نحمد ربنا ان الناس في المجلس سحبوا ملف الكره ده من الكابتن احمد سليمان. طيب ناس الزمالك عايز يخلص من قصه مشلاك بدري بدري، او عايز يخلص من صداع مشلاك بدري بدري. عمل ايه نادي الزمالك؟ سلم ملف مشلاك كونراد لجون ادوارد. قال له خد يا عم الحاج الملف، تكتيك لي للاعب، خطط كده، شوف لي اللاعب ده ليه 740 الف دولار على ما اعتقد، او 750 الف دولار. تكتيك لي للاعب ده كده ازاي نخلصه ونديله 300 400 الف دولار. طبعا كلنا عارفين جون ادوارد في الحته دي كويس، في قدر اللي عنده القدره التفاوضيه دي كويسه مع اللعيبه يعني. طيب جون ادوارد تواصل مع مشلاك كونراد. الناس الزمالك بيتجنب بقى حته ايه، طبعا مشلاك اشتكى، بيتجنب حته ايقاف القيد ومش عارف ايه والكلام ده كله. فتواصل مع مشلاك، يا مشلاك ناس الزمالك مثلا هيعرض عليك ما ليكن مثلا 400 الف دولار. او هو بالفعل ناس الزمالك قبل ما يدي الملف لجون ادوارد كان عرض على مشلاك 450 الف دولار، واللاعب مرضيش. يعني 450 الف دولار ياخدهم واللاعب يتنازل، وتبقى يا ابني زيك زي محمد حمدي اللي جه من الانبي وهنرجعه وهندفع فيه 30 مليون جنيه. تبقى يا ابني زيك زي زياد كمال اللي جه من انبي وقال لك ده لو ما شاركش مثلا عدد مباريات معين الاعاره بتاعته هتقف مش عارف في 35 مليون جنيه. هي جت عليك يا عم مشلاك؟ تعال انت كمان خد لك نص مليون دولار ب 25 مليون جنيه ولا حاجه، وتساوى باخواتك في انبي محمد حمدي وزياد كمال، والدنيا جميله والدنيا تمشي. طبعا جون ادوارد تواصل مع اللاعب قال له مشلاك، قال له ده نادي الزمالك كان عارض عليا قبل كده 450 الف دولار واللاعب ما رضيش. طيب عايز ايه يا عم مشلاك؟ قال له انا ليا 740 الف دولار او 750 الف دولار حاجه زي كده. هو في الشكوى اللي مقدمها هيشتكي بقيمه عقده بالكامل اللي هو مليون و800 الف دولار، ده الراتب اللي بياخده من نادي احد السعودي. هو الراجل اشتكى بعقده كامل. فجون ادوارد شغال يعني بشكل كبير على الملف ده، شغال بشكل كبير على ملف مشلاك ان هو عايز ينهي القصه دي بسرعه قبل بقى ما الشكوى ويبقى في ايقاف قيد ومش عارف ايه والكلام ده كله. طيب مفاجاه جون ادوارد بقى لمشلاك في القصه دي ايه؟ في بند او ثغره كده في العقد اللي كان مكتوب لمشلاك. هو مش قدر جون ادوارد ان هو يتحصل على البند او الثغره اللي موجوده في العقد دي، اللي هي بتاعت عدد مشاركات اللاعب مع نادي الزمالك. اللاعب لما استبعدوه مباراه واثنين وثلاثه، لان لما لقوا مستواه ضايع خالص فنادي الزمالك كان بيتفاوض معاه على ان هو يرحل مجانا وياخد 450 الف دولار. هنا ما رضيش. طيب مشلاك مشي من الزمالك. نادي الزمالك مفيش عنده ما يثبت رسميا ان هو قال لي مشلاك كونراد يمشي. اللاعب كان النادي كان بيتفاوض مع اللاعب على ان هو ياخد 450 الف دولار ويمشي، ولكن ده شفهي. يعني ده شفهي، او نادي الزمالك مثلا ما بلغش، او مثلا ما فيش حاجه رسميه منه وصلت لنادي احد السعودي ان هو هيرجع السعوديه. طيب الناس لما اتكلمت مع مشلاك ومشلاك رحل، فهنا جون ادوارد بقى شغال على الحته دي اللي هي ايه، مفيش حاجه رسميه اتبعتت من نادي الزمالك لنادي احد السعودي بقطع اعاره اللاعب. يعني مفيش جواب رسمي جه من نادي الزمالك طلع من نادي الزمالك راح لنادي احد السعودي بيقول ان النادي الزمالك هيقطع اعاره اللاعب. فهنا جون ادوارد شغال على الحته دي، فبيتفاوض برضو مع اللاعب. برضو بيقول له ان نادي الزمالك مفيش حاجه رسميه جت منه. هما صحيح ان هم اتفاوضوا معاه شفويا، ولكن الفيفا مش هتاخد بالشفويه، الفيفا ليها اوراق. فنتمنى طبعا ان جون ادوارد، نتمنى ان هو ينهي الملف ده بدري بدري تجنبا لايقاف قيد جديد لنادي الزمالك. طبعا ايقاف القيد ده ما بيجيش من اول جلسه، ولكن نادي الزمالك يعني عشان تعاقداته اللي بيعملها بعد كده مش عايز بقى حته ايقافات القيد والكلام ده، لان بتعمل له دوشه في التعاقدات. فعايز يشتغل على الحته دي بدري بدري ويخلص منها. فخلينا نشوف هيعمل ايه جون ادوارد في ملف مشلاك كونراد. طيب هنروح لاشرف بن شرقي، الراجل روبي خوسيرو. الراجل مش عايزه.
الراجل او خوسيه ريبيرو معذره، الراجل مش عايز اشرف بن شرقي. ليه؟ اشرف بن شرقي ما بيرجعش يدافع كويس. وبالمناسبه اشرف بن شرقي حتى وهو في الزمالك ما كانش بيدافع بالمناسبه، يعني كان مطلوب منه المهام الهجوميه اكثر. فكل مدير فني يعني ليه طريقته في اللعب. الراجل عايز الجناح اللي معاه يدافع ويهاجم، يدافع ويهاجم. طبعا ده اللي مش هيعمله اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي سنه كبير، اشرف بن شرقي عدى 30 سنه، فحته ان هو يدافع ويهاجم دي صعب عليه. فعشان كده الراجل قال لهم انا مش عايز اشرف بن شرقي، او لو هيبقى في اعاره لبن شرقي يفضل ان هو يطلع اعاره. ليه؟ لان الراجل ما بيدافعش وما بيهاجمش. يعني هو لو بيهاجم بس الحته الدفاعيه عنده صعبه شويه او بطيئه شويه. ليه؟ لان الراجل معدي ال 30، فصعب ان هو ياخد الملعب كله رايح جاي زي ما بيقولوا، مش هيقدر ان هو يهاجم ويدافع. وبن شرقي برضو مع الراجل بياخد في الشوط التاني، يعني من ساعه ما خوسيه ريبيرو ده جه وهو ماتشات ما بيلعبش فيها، وماتشات بيديله في الشوط التاني، سواء بقى في كاس العالم او في اول لقاء اللي هو امام مودرن سبورت، ونزل برضه في اخر الشوط التاني. فطبعا دي وجهة نظر اللاعب، فهو حر فيها. طب اروح معاكم لاخر حاجه معانا، نروح لاخر حاجه معانا وهي احمد عبد القادر. احمد عبد القادر شغال مع النادي الاهلي دلوقتي بصياعه بفن. يعني ايه؟ يعني بيقول للنادي الاهلي سيب وانا اسيب، سيب وانا اسيب. طب عايز ايه يا عم عبد القادر؟ انا عايز امشي. الكلام ده لما كانت وقت المفاوضات قبل قبل بدايه الدوري. طيب يجيبوا له عرض من بيراميدز؟ لا. طب اطلع روح نيوم السعودي؟ لا. طب مش عارف ايه؟ لا. طب عايز ايه يا عم احمد؟ قال لهم خدوا 25 مليون وسيبوني، ودي قيمه السنه اللي فاضلالي. قالوا له لا. طيب عايزين يستبعدوا اللاعب من المباريات، شغال برضه بفن معاهم. قام عامل ايه احمد عبد القادر؟ جاب حد بينزل معاه التدريبات بيصوره. ليه؟ تحسبا ان ممكن النادي الاهلي يشتكيه، ممكن النادي الاهلي يرفع عليه شكوى. اللاعب مثلا منقطع عن التدريبات. ليه؟ لان العلاقه بقت حائط صد خلاص. العلاقه بين احمد عبد القادر والاهلي بقت مسدوده، فاللاعب بيأمن نفسه من جميع الاتجاهات. طيب عايز ايه دلوقتي يا احمد؟ احمد نفسه بقى اللي بيهدد النادي الاهلي ان هو يشتكيه. ليه؟ الناس استبعدوه من كاس العالم، ما راحش معاهم. قائمه اللقاء الاول في الدوري امام مودرن سبورت، المدير الفني استبعده برضو، ما راحش او ما كانش في قائمه اللقاء. فبشكل كبير، بشكل كبير احمد عبد القادر بيجهز لشكوى النادي الاهلي. وبالمناسبه احمد عبد القادر لو اشتكى النادي الاهلي، القضيه دي مش هتاخد 15 20 يوم. وكمان يعني هيسمحوا لاحمد عبد القادر ان هو ينتقل لاي نادي هو عايزه، حتى وان القيد اتقفل. يعني حتى كمان لو الموسم الدوري اللي هو هيروحه ايا كان هيروح فين، ايا كان هيروح بقى الزمالك هيروح فين، احنا عارفين احمد عبد القادر رايح فين طبعا. الفيفا هيعتبره فري. يعني ايه يعتبره فري؟ هيعتبره فري ويمضي لاي نادي حتى لو القيد اتقفل. ده على فكره دي من القوانين الانضباطيه او من القوانين العقابيه للفيفا. الفيفا بيسمح للاعب ان هو ينتقل حتى لو باب القيد اتقفل. ليه؟ لان هنا الفيفا دايما يا جماعه بيبقى في صف اللاعب، بيبقى في صف اللاعب. واحد يجي يقول لي طب ما هو باقي له سنه في عقده. هقول لك هم مستبعدينه من الماتشات، مستبعدينه من مباريات، مش موجود معاهم في القائمه على طول. فبالتالي هنا اللاعب مضرور من المكان اللي هو متواجد فيه. يعني هنا الفيفا بتعتبر اللاعب مضرور من المكان اللي هو فيه. ليه؟ ما بيلعبش مباريات، ما بياخدش ماتشات. ده بالمناسبه دي قوانين الفيفا مش قوانين انا، دي قوانين الفيفا بتعتبر ان اللاعب مضروب في المكان. وبعدين اللاعب هيقول لهم او هيبقى مثلا هيوريهم الفيديوهات، انا بتدرب، انا موجود في النادي، انا باجي كل يوم في ميعادي، ما عنديش مشكله. يعني مش متعنت، بحضر التدريبات باستمرار وبحضر كل حاجه، ولكن الناس متجاهلاني. دي على فكره قوانين الفيفا بالمناسبه. وبعدين يا جماعه ده حتى اللاعب لو، يعني اللاعب لو مش موجود، او مثلا اللاعب لو عقده سليم مع النادي بتاعه، انت متخيل، وهرب من النادي بتاعه وراح للنادي تاني، الفيفا بتستخرج له بطاقه دوليه مؤقته. مش هقول لك بقى لا هو باقي له سنه في عقده، لا ده لو عقده سليم. شفناها مثلا مع كهربا لما كان في الزمالك ورحل لتركيا، وبعد كده راح البرتغال ورجع على النادي الاهلي.
الفيفا عملت ايه؟ استخرجت له بطاقه دوليه. ليه؟ لان الفيفا بتقول لك اللاعب بيبقى مثلا مصدر دخله اللي هو كرة القدم، فالفيفا دايما بتبقى في صف اللاعب. فبالمناسبة أحمد عبد القادر لو اشتكى للفيفا، الفيفا هتحكم للاعب، والقضية دي مش هتطول، ووقت صدور الحكم هيسمحوا لأحمد عبد القادر ينتقل لنادي الزمالك. طبعا احنا عارفين اللي هو رايح نادي الزمالك، هيسمحوا له اللي هو ينتقل للنادي اللي هو عايزه، ويقيد على السيستم عادي، مفيش مشكلة. فده فيما يخص احمد عبد القادر. هو بالمناسبه بدا يلوح بشكوى النادي الاهلي، احمد عبد القادر بدا يلوح بالشكوى. طيب الناس في الاهلي عارفين الكلام ده؟ عارفين الكلام ده كويس. شوبير قال كذا مره على قناه النادي الاهلي اللي احمد عبد القادر عايز الزمالك والزمالك عايز احمد عبد القادر، قالها كذا مره على قناه النادي الاهلي بالمناسبه. فالناس في النادي الاهلي عمالين يعرقلوا الدنيا بحيث اللي هو ما ينتقلش، ولكن احمد عبد القادر شغال بفن، شغال بحرفية مع النادي الأهلي. فخلونا نشوف إيه اللي هيحصل في ملف أحمد عبد القادر خلال الأيام القليلة القادمة. أشكر حضراتكم وأشوف حضراتكم في فيديو جديد.